بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية السلام عليكم. ميعاد وبيتجدد وأخبار جديدة عن نادينا نادي الزمالك، ويلا بينا نبدأ أول الأخبار. مكافآت استثنائية. استقرت إدارة نادي الزمالك على رصد مكافآت مالية كبيرة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي قبل مواجهة شباب بلوزداد. جاء هذا القرار من أجل تجاوز عقبة مباراة شباب بلوزداد المقرر إقامتها في تمام 9 من مساء الجمعة. ورصدت إدارة القلعة البيضاء مكافآت مالية كبيرة جدا للاعبين بخلاف المكافآت المالية المنصوص عليها في لائحة الفريق. يأتي ذلك من أجل تحفيز اللاعبين للفوز بالمباراة وحصد نقاط المباراة والحفاظ على حظوظ الأبيض في التأهل. والله يا جماعة، هو مع كامل احترامي لإدارة الزمالك والمكافآت المالية الكبيرة وكل الكلام اللطيف ده، الحافز ما ينفعش يبقى مالي. الحافز لازم يجي من ناحية إحساس اللعيبة بالجمهور. الحافز لازم يجي من ناحية إحساس اللعيبة دي بالمسؤولية، وإن اسمهم وسمعتهم كرياضيين في خطر في حال لا قدر الله خسارة المباراة دي. لكن الحافز المادي ده لو اشتغل مع اللعيبة يبقى يوم ما المادة هتغيب يوم ما هم كمان هيغيبوا. في موقف ما بيتكررش إلا في الماما أفريكا. معروف إن التدريب الرئيسي لأي فريق ضيف بيبقى على ملعب المباراة إلا في أفريقيا. تدريب النهائي والرئيسي لنادي الزمالك يوم الخميس اللي هو قبل المباراة بيوم كان المفترض انه يكون على ملعب 5 يوليو، ولكن تم نقله الى ملعب نيلسون مانديلا اللي هو بالمناسبة واحد من الملاعب المحترمة والنظيفة جدا جدا في الجزائر، عشان بس دماغ حد ما تروحش في حتة غلط. ولكن الاتحاد الافريقي قرر نقل التدريب الرئيسي لنادي الزمالك ونادي شباب بلوزداد بعيدا عن ملعب المباراة. خير اللهم اجعله خير، عشان يحافظوا على أرضية ونجيلة الملعب ليوم المباراة. رسالة تحذيرية معتادة من فيريرا. زي العادة في الفترة الأخيرة فيريرا دايما بيعقد جلسة مع خط دفاع نادي الزمالك قبل كل مباراة، وبيني وبينكم يعني هو بيقول تقريبا نفس الكلام. هو بيحذر من سرعة مهاجمي الفريق المنافس في المباراة القادمة، وبيأكد على خط دفاع نادي الزمالك عدم ترك أي مساحات لمهاجمي الفريق المنافس عشان يقدروا يستغلوها ويصلوا منها لمرمى الزمالك. والحقيقة ان الكلام ده كل مرة تقريبا باستثناء مباراة الترجي بتاعة 3-1 ما بيتعملش، واسألوا محمد عبد الغني واديكوا بتشوفوا. قبل المباراة المصيرية تصريحات لفيريرا. علق المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم في نادي الزمالك البرتغالي جوزفالدو فيريرا على مواجهة الزمالك امام شباب بلوزداد، حيث اكد خلال تصريحاته على اهمية اللقاء وان تطلعات الابيض ايجابية وهدفه هو الفوز، خصوصا وان تلك المباراة تنافسية للتأهل. واشار فيريرا الى انه اختار المجموعة الامثل للمشاركة في المباراة، وهي نفسها التي شاركت ضد الترجي التونسي وفازت، ومن الطبيعي وجود اصابات. وشدد على امتلاك الابيض خطه لعب واننا نعلم اهدافنا جيدا، نواجه منافس قوي ولكن سبق وخسر على ملعبه من قبل، وبامكان فريقي تكرار السيناريو والفوز بملعب المنافس. لن نرضى باي نتيجه اخرى غير الفوز. المنافس كان اكثر حظا في لقاء الجوله الاولى، خسرنا بركله جزاء غير صحيحه، واثق في لاعبي الفارس الابيض تمام الثقه. تصريحات الونش. علق مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود حمدي الونش على مواجهة الزمالك مع شباب بلوزداد، حيث اكد خلال تصريحاته على اهمية المباراة وادراك الفارس الابيض لاهمية المواجهة مع فريق محترم وسط جماهيره. واشار الى ان الابيض استعد بصورة جيدة للمباراة، واننا سنخوض اللقاء على قلب رجل واحد، وهدفنا الوحيد هو الفوز للاقتراب من التأهل دون النظر لاي معطيات اخرى، لا سيما وان كل فرق المجموعه لديها حظوظ التأهل. وشدد على ان فريقه فريق كبير يمتلك لاعبين اصحاب خبرات قادرين على اللعب وسط الضغط الجماهيري. بلوزداد يمتلك لاعبين على اعلى مستوى ايضا. واتم ان حظوظ الفريقين متساويه. اغلقنا صفحه الدوري المصري مؤقتا، وهدفنا الان هو التأهل من دور المجموعات حاليا. تصريحات مدرب شباب بلوزداد. علق المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم في نادي شباب بلوزداد التونسي نبيل الكوكي على مواجهة فريقه مع الزمالك. المباراة المقرر اقامتها مساء الجمعة وتحديدا في 9 مساء، حيث اكد خلال تصريحاته على ان فريقه كشر عن انيابه للفوز على الابيض والذي يمتلك تقاليده بافريقيا. واشار الى ان تلك المجموعة عرفت العديد من التقلبات من حيث النتائج، واراده اللاعبين ستصنع الفارق.
وشدد على أنه حرص كل الحرص على التركيز في تجهيز لاعبيه من الجانب الذهني من أجل استغلال الفرص التي ستخلق لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك. تقارير جزائرية تحذر شباب بلوزداد. خرجت صحيفة المساء الجزائرية بتقرير لها عن مواجهة يوم الجمعة ما بين فريقي شباب بلوزداد الجزائري والزمالك المصري. صحيفة المساء الجزائرية طلبت من فريق شباب بلوزداد أخذ الحيطة والحذر أمام تشكيلة الفريق الأبيض خلال مواجهة الجمعة، خاصة وأن الزمالك منتعش بالفوز على الترجي في الجولة الماضية ويسعى للعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط وتعزيز رصيده وتعزيز فرص التأهل إلى ربع النهائي. هي الناس دي مش واخده بالها ان احنا اتغلبنا من انبي ولا ايه؟ ما تركزوا يا جماعه. نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد. بعد انتهاء الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وشباب بلوزداد، انتهى الاجتماع لأن الزمالك سيرتدي زيه التقليدي العادي المعروف، بينما سيرتدي حارس مرمى الزمالك الزي الأخضر. أما شباب بلوزداد فسيرتدي أيضا زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأحمر، وحارس مرماه سيرتدي الزي الأصفر. حارس الزمالك أمام شباب بلوزداد. موقف حراسة مرمى الفريق في المباراة القادمة أمام شباب بلوزداد. البرتغالي جوزفالدو فيريرا، وبنسبة كبيرة جدا استقر على استمرار محمد صبحي في حراسة عرين الفارس الأبيض. يعني فيريرا أصلا من نوعية المدربين اللي يحب الاستقرار في مركز حراسة المرمى، ولكن محمد عواد أجبر فيريرا على أنه يترك المكانة الأساسية ليه في حراسة مرمى الزمالك بعد عدة أخطاء متتالية تسبب فيها محمد عواد في خسارة الزمالك لأكثر من مباراة. أحمد بالحج لاعب نادي الزمالك المغربي. جوزفالدو فيريرا وجهازه الفني في حالة حيرة من مركز اللاعب في مباراة شباب بلوزداد. ده لو بدأ المباراة عشان ما يلاقوهوش في التشكيلة الأساسية يجي يقول لي فين يا عم. بمنتهى البساطة أحمد بالحاج دلوقتي ما بين 3 مراكز، مركز 8 أو مركز 10 أو إنه يلعب في مركز الجناح الشمال بديلا لمصطفى شلبي اللي بنسبة كبيرة ربما لن يبدأ المباراة. حقيقة كلام فيه خزعبلات كبيرة بطريقة غير عادية. أحمد بالحاج بمنتهى السهولة مركزه لازم يكون في قلب الملعب، هي دي إمكانياته وهي دي حدوده وهي دي القدرات الفنية اللي لازم نستفيد منه فيها. أما بالنسبة لمركز الجناح الشمال فعندنا 2 لعيبة جاهزين للمركز ده، وللعلم ال2 دلوقتي أفضل من مصطفى شلبي إن كان يوسف أسامة نبيه أو إبراهيم أنداي. دونجا ينفي الخلاف مع فيريرا. طلب اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الزمالك من أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الحديث للإعلام بشأن ما تردد عن خلافاته مع البرتغالي فيريرا. دونجا طلب من أمير مرتضى منصور توضيح حقيقة تلك الخلافات ونفي صحتها حتى لا تتسبب في فجوة داخل الفريق، وذلك في إشارة من اللاعب إلى عدم تواجد أي خلافات ما بينه وما بين فيريرا بدليل تواجده أساسيا في المباريات في الفترات الأخيرة، وأن مشاركته في المباريات من عدمه هو أمر فني يخص الجهاز الفني فقط، وأنه لا يمانع على الإطلاق في الجلوس على مقاعد البدلاء في أي مباراة، وذلك بعد ما تردد إعلاميا أن فيريرا بيدرس جلوس نبيل عماد دونجا على مقاعد البدلاء خلال مباراة شباب بلوزداد. حقيقة ان رغم اللي الزمالك فيه ورغم التعثرات الكبيرة اللي في مسابقة الدوري ورغم ان احنا على كف عفريت زي ما بيقولوا في مسابقة دوري ابطال افريقيا، الا ان الشائعات مش عايزة تسيب نادي الزمالك، وده تفسيره الوحيد ان فعلا في ناس شايفة ان فوقان الزمالك بالنسبة لها رعب، ولذلك بتحاول على قد ما تقدر تفضل تهمد في الفريق وتهمد في النادي لاخر حاجة. ولكن بيني وبين نفسي بقعد اسال هم عايزين يوصلوا بالزمالك لغايه فين اكتر من كده؟ استدعاء لاعب الزمالك لمنتخب بلاده. استدعى الاتحاد التونسي لكرة القدم التونسي الدولي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق هذا الاستدعاء لينضم الى صفوف منتخب نسور قرطاج خلال المعسكر القادم في التصفيات الافريقيه المؤهله الى بطوله الامم الافريقيه التي ستقام في كوت ديفوار، حيث سيخوض منتخب تونس مباراتين امام منتخب ليبيا في الجوله الثالثه والرابعه من التصفيات الافريقيه. اللقاء الاول سيكون في تونس يوم 24 مارس الجاري، واللقاء الثاني سيكون في ليبيا يوم 28 مارس على ملعب شهداء بنينا في مدينه بني غازي. تم استدعاء سيف الدين الجزيري من الزمالك وعلي معلول من الاهلي. والله انا مستغرب جدا، هو
اخونا المحترم حمزه المسلوسي يعمل ايه عشان يتم استدعائه في صفوف منتخب بلاده؟ هيطلع نار من بقه يعني ولا ايه؟ قرار قضائي جديد. خرج قرار قضائي جديد يخص احد قضايا محمود الخطيب رئيس الاحمر ضد مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. محكمة مستأنف الاقتصادية قررت حجز طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة في تلك القضية إلى جلسة 12 إبريل. كانت القضية قد تم تأجيلها للنطق بالحكم لجلسة 16 مارس قبل أن يطلب محامي مرتضى منصور رد المحكمة، وتقرر تأجيل هذا الطلب إلى 12 إبريل المقبل. تلك القضية مرفوعة بشكل إجمالي من محمود الخطيب رئيس الأهلي، محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، والمستشار القانوني للأهلي محمد عثمان، وأحمد شوبير. تلك القضايا يقوم فيها المدعون باتهام مرتضى منصور بالسب والقذف من خلال مداخلات هاتفية عبر البرامج المختلفة التي يدخل عليها. ويقوم مرتضى منصور بتنفيذ حكم بالحبس لمدة شهر في أحد القضايا الأخرى التي تم الحصول على حكم نهائي فيها لصالح محمود الخطيب. حسم فكرة التعاقد مع رفيق كابو. أوضح مصدر داخل نادي الزمالك موقف الزمالك من التعاقد مع التونسي رفيق كابو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي إنبي، وأكد أن التونسي خارج حسابات القلعة البيضاء تماما حتى الآن لعدة أسباب وضعها الأبيض قبل التفكير في التعاقد مع أي محترف. وأشار إلى أن الفارس الأبيض لم يفتح من الأساس خطوط مفاوضات مع كابو لضمه بسبب انشغال الجميع بمباريات دوري أبطال إفريقيا. وشدد على أن الإدارة البيضاء وضعت ملف التعاقدات وبالتحديد التعاقدات مع اللاعبين الأجانب أولوية بالنسبة لها، واستقرت على عدم ضم أي أسماء إلا إذا كانوا لاعبين على أعلى مستوى من الاحترافية، حيث وضعت التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي من النماذج التي يجب أن يضم الزمالك لاعبين على أساسها. الحمد لله الحمد لله إدارة نادي الزمالك فائت وقدرت تفهم أخيرا إن خماسي المحترفين دول يقدروا يرفعوا كواليتي الفريق ويوقفوه على رجله بشكل كامل، حتى لو هعتمد على باقي الفريق من الناشئين والشباب. خماسي المحترفين يفرقوا كتير قوي. وصلت معانا لغاية هنا؟ يبقى عجبك كلامنا. اعمل لايك واعمل شير، واوعى تنسى اشترك في القناة وفعل علامة الجرس عشان عايزين نشوفك كل يوم. استنونا بكرة ونشوفكم على ألف خير، مع تحيات مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناة كورة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم.